السلام عليكم الاخوان والاخوات والحباب وكاع متابعي كرة القدم. اذا جينا في فيديو جديد نتحدث فيه على المنتخب المغربي. عندي قراءة في المستوى التقني ديال المنتخب المغربي بعد مرور 3 ديال المباريات. اكيد ان كاع المغاربه يعني شافوا المباريات ديال المنتخب، وكاين اللي اقتنع، كاين اللي مقتنع بالمنتخب بالمستوى اللي كيقدموا، وكاين اللي ما مقتنعش ومازال عنده شك. وانا غنتكلم هنا على اهم الحوايج الايجابيه اللي في المنتخب المغربي بينا في 3 المباريات، واهم الاختلالات اللي هما كتواجه المنتخب المغربي في هذه المباريات هذه، اللي واجب على الركراكي الاصلاح ديالهم الا بغينا نمشيو بعيد. هذه الا بغينا نمشيو بعيد والا بغينا نمشيو ننافسوا على الألقاب. فقبل ما نهضروا على هاد الحوايج هذوما خليكم معنا. فاهلا بكم من جديد. فكما قلنا المنتخب المغربي بكل صراحه لعب 3 ديال المباريات. اكيد اننا سعداء بالتاهل كاع المغاربه، يعني هذاك هو اللوجيك ان المنتخب تاهل، ولكن بكل صراحه المنتخب كاين بعض الناس اللي قنعهم، كاين بعض الناس ما قنعهمش. وانا بكل صراحه من نوعيه الناس اللي مازال ما قنعنيش المنتخب المغربي، وعدنا من القدرات ومن الامكانيات اننا نكونوا افضل من داك الوجه اللي بيناه. فبكل صراحه المنتخب المغربي لعب المباراه الاولى مع المنتخب ديال تنزانيا، جوله اولى في المستوى، الجوله الثانيه حتى هي في المستوى، ولكن الا لاحظتوا معايا في المباراه الاولى في الشوط الثاني قبل ما نضطر كانت المباراه صعيبه علينا. ماشي الخصم قوي او لا ضعيف، شوف باش تكونوا واقعيين وديوها في راسكم، ما كاينوش شي منتخب في افريقيا حاليا يقدر ياخذ لنا الكره ويقدر يضغط علينا ويقدر ما كاينوش بالامكانيات والقدرات اللي عند اللاعب. ما كاينوش شي منتخب يقدر يفوز علينا الا وإلا كنا حنا الا عطيناه المباراه، او لا حنا الا ساهلنا عليه، الا ما كناش بزاف ديال الجوانب قويين. بمعنى الا لاحظتوا معايا الشوط الثاني ديال المباراه ديال تنزانيا، فراه مباراه ذهنيا كنمشيو. خلي العياء، خلي كاين بزاف د الناس ماشيين في هاد الطرح ديال العياء، اللي كيقول عياء واللي كيقول السخانه وكذا ما كيفهمش في الكره. الا لاحظتي كيوقع عياء ذهني. والا لاحظتي الماتش ديال الكونغو الا شتي الدقائق الاخريه راه حنا هاجمنا. المباراه تنزانيا علاش ما قلناش العياء بالرغم انها المباراه كان الريتم ديالها عالي؟ اذا المشكل عندنا مشكل ذهني. قبل ما نسجلوا البيت مع المنتخب ديال التنزاني راه كان بامكاننا نتعادلوا، كان بامكانهم يتعادلوا معنا. وهنا كيبين لك بان حنا ذهنيا كنمشيو بزاف. الا جيتي تشوف 6 دقائق 5 مستحيل تغفل 5 4 دقائق ما شدوش كره. اذا الدراري مونطالمون كيمشيو. هذا مشكل اول في 3 د المباريات لاحظته. فالماتش الاول الشوط الثاني ديال المباراه ديال تنزانيا، بالرغم ان تطرد البدايه اللاعبات شويه سالت معنا الاموريه. الماتش الثاني مع الكونغو كذلك مثال. الا جيت تشوف ذهنيا في ديك الشوط الاول في ديك الاخر ديالو بقينا كنمشيو. كذلك مثال الشوط الثاني ذهنيا يعني كنا كنفقدوا كواري ساهلين، كنديروا باس كذا. هنا كيبين لك بان اللعابه ذهنيا كذا. خلي العياء اللي كيقول بان العياء خصو يمشي يحيد من التحليل، خصو يمشي بعاد من التحليل الرياضي اللي كيهضر على العياء. لان قبل ما العياء خصك تشوف اللاعب كيفاش واقف، الاعين ديالو كيفاش كيمشي الكره. فالماتش الثالث كذلك مثال اخطاء بدائيه، التمرير في الشوط الثاني، خصوصا في الشوط الثاني. وعندوي على التشكيله وعلى الاحتياطيات. فبكل صراحه التشكيله
التشكيله ديال المنتخب المغربي بكل صراحه فيها اختلال، بكل صراحه. اول حاجه الركراكي يفهم بان النصيري ما يمكنلوش يكون اساسي، النصيري ما كيستحقش يكون اساسي، فهذه خصنا نعرفوها. النصيري ما كيستحقش المنتخب المغربي يكون اساسي. الكعبي ملي دخل في المباراه الثالثه شفنا واحد الحيويه، وانا تكلمت عليها، قلت انا الا شفتو في الماتش هذه قلت بان النصيري ما يستحقش يكون اساسي، تكلمت عليها. الكعبي واحد الانسان كيفاش كيشبر الكره، كيفاش كيمشي بها، كيفاش شوف الهدف ديال الاول للمنتخب المغربي مع المنتخب ديال زامبيا، كيفاش مشى بروميير بوطو، مشى ديما هو السباق، وتما مني خرج ليه تما الحارس ما قدرش يشبرها لان الكعبي قاصر، والدوزيام بال ديك الساعات جازياش. يعني هنا كيبين لك بان النصيري ما يديرش هذيك الكره، ما يمشيش ليها النصيري يبقى يساينا في السماء. ولكن الكعبي الا جينا نشوفوا في واحد التمريره وقعت له بالراس كيفاش حطها، مع العلم ان فهمتي وما تحطولوش كواري، ما جواش الكواري اللي نقدروا نقولوا زقلم، ما جواش الكواري الكعبي. يعني الكعبي في عمليه كيفاش كيشبر الكره، في عمليه كيفاش كيمشي ليها، في عمليه كيفاش كيهز عينه ملاعبي قوي على النصيري بزاف، لان انا كيعجبني اللاعب اللي كيعرف. النصيري كيلعب راسو كيهبطو هكا، ما يمكنش تلعب كره القدم وانت راسك مهبط هكا. وحتى في الهجمات المرتده فالنصيري كيبقى ضعيف، لان ما كاينش واحد التناسق بينه وبين بوفال. النصيري برجلو ضعيف، دونك حتى في المرتدات غيكون ضعيف. وسط الميدان بكل صراحه الدخول ديال اللاعب اللي دخل من مكان ديال املاح السيباري بكل صراحه عطى واحد الحيويه كبيره، وكان قريب يسجل الهدف الاول. وهنا كيبان بان الركراكي فهم بان لابد نعطيو الفرصه للسيباري، وبرافو. انا هضرت ليها بصراحه، كنت منتظر انه يبدا وبدا. بالنسبه بقات واحد النقطه ديال البدلاء بكل صراحه، كاينين بدلاء اللي كيدخلوا ما عندهمش هذاك كيدخل باش يلعب الكره، باش كذا، ماشي كيدخل باش يفك البلاصتو. مثلا نعطيو المثال في اللاعب خنوس، كيدخل باقي ما قدمش بصراحه الله، كيدخل في المساحه خصك تمشي سير وقلب على التير، ما كنشوفوش انا يكون بديل في هذه الساعه ديال، لان اللاعب ديالو استعراضي بزاف. اللاعب الاخر بكل صراحه اللاعب اللي كيدخل بلاصه بوفال الزلزولي بكل صراحه، كاين شي كواري كيتحطوا له، وإلا ما سجلتي لي شي هذيك اش غتسجل لي دابا انت؟ دابا الا ما سجلتي شي كره في ذاك الوضعيه اللي كيتحطوا لك، اشنا هما الاهداف اللي يمكن لك تسجل؟ يعني ما فهمتيني، هو يعني واش ما فهمتش اللاعب، واش ما كتدربوش، واش ما كاين بزاف التساؤلات. وبكل صراحه اللاعب الرحيمي كان كيستحق المنتخب المغربي، وتظلم الرحيمي كان كيستحق المنتخب المغربي بكل الصراحه، بديك القوه البدنيه ديالو، بداك كيفك لنا ديك الجنب هذاك. وبوفال يعني بوفال تبارك الله يعني عنده امكانيات كبيره، ولكن خصنا نستغلوا بوفال في التنسيق، خصنا نستغلوا بالامكانيات بوفال التنسيق ديالو مع الزملاء ديالو، لا مع زياش، لا مع اللاعب السيباري في وسط الميدان، باش نستغلوا هذيك القدرات الفرديه ديالو في قالب جماعي. فبصراحه الله خص وليد الركراكي يفك هذاك التريونغ الهجومي، داك الانهاء قبل الانهاء، خاص واحد الجماعيه في الاداء باش يمكننا نسجلوا الهدف ديال الانهاء. قبل من الانهاء خصنا واحد العمل جماعي ما بين الفرديه ديال بوفال والزياش والكعبي، خاصنا هاد التريونغ هذا نخدموا عليه باش يمكننا يتاحوا فرص ونسجلوهم، لان كيتاحوا الفرص ولكن ما كيتاحوش ديك الفرص، باستثناء حتى كنكونوا يعني متقدمين بواحد وكيبقى داك لا كندوينا التريونغ قبل ما يسجل الهدف الاول. هذه خصو يشتغل عليها الركراكي بكل صراحه. ولكن المنتخب المغربي بين حويجات بزاف ايجابيين بكل صراحه، يعني الجماعيه من الناحيه الفنيه، من الناحيه ديال البوسيجون ديال ديبال، استحواذ يعني بكل صراحه، السيطره، الامكانيات كبيره بصراحه الله.
وتكلمت انا على واحد النقطه ديال الثنائيه ديال سايس واكراد. انا قلت ثنائيه بطيئه، ثنائيه ماشي في المستوى، وبصراحه الله فري ثنائيه ماشي في المستوى. حتى يونس عبد الحميد، شوف باش نتكلموا بواقعيه، ملي كيكون عندك جوج ديال المدافعين ثقل وانت فرقه المغرب ولا اي فرقه كبيره كتلعب القدام، ديما خصها مدافعين سريع. لان علاش؟ لان ملي كتكون متقدم، ملي كيكون مثلا كتبحث على النتيجه باغي تسجل ولا باغي تعدل الله قدر الله وتماركا في البيت، ديما المدافعين كيزيدوا للوسط الميدان وكتبقى تلعب لاطاك. اذا ملي كتلعب لاطاك خصك مدافعين اللي يكونوا سريعين يلعبوا القدام، وفي نفس الوقت الا جا مشي كونتراتاك كيكونوا يرجعوا بسرعه. حنا الا مشينا لا قدر الله كنا خاسرين ولا متعادلين وبغينا نتقدموا وتقدم الدفاع ديالنا، وإلا مشاو في الظهر ديالنا ومشاو في الكونتراتاك عادي نعانيو مع الثنائيه ديال سيسو اكرد لان ثقيل، وحتى يونس عبد الحميد حتى هو ثقيل. دونك ما فهمتش انا الثنائيه هذه بكل صراحه ماشي في المستوى. وخصنا اي فرقه كبيره خصها مدافعين يكونوا سريع وتكنيكمون، يعني كيفاش كيشبروا الكره كيفاش كيخرجوها يكونوا قويين بزاف. واكرد تبارك الله كيتطور، يعني لاعب ما كيرتكبش بزاف الاغلاط اكرد، ولكن السيس بطيء ويقدر ياخذوه بحال راسه. السيس عمليه واحد ضد واحد راه ياكلوه. هذه باش نكونوا واقعيين. حتى يونس عبد الحميد الا مشى حتى هو بديك التثاقل ديالو بديك اللاج هذاك ما كنظنش. حتى انا ما عرفتش اختيار ديال المدافع هذا. اذا هادشي اللي كاين. اذا بصراحه الله باقي ما بينيش يعني حوايج يعني كبار، يعني خصنا ان الركراكي ما بيناش واحد القدرات كبيره في دور المجموعات، وقدرنا ندوزو. وهذا الشيء بصراحه مفرحني. يعني كاين بزاف د الحوايج ايجابيين عندنا في المنتخب، كاين بزاف د الامكانيات والقدرات كنمتلكوهم اللي ان شاء الله ربي الا مشاو تلعب لهم الركراكي ولا مشات تخرجهم من الامكانيات اللاعبين غادي نقدروا نحسموا بمباريات بسهوله كبيره. لان ما كاينش شي منتخب اللي يقدر ياخذ لنا الكره، ما كاينش شي منتخب اللي يقدر يسيطر علينا، ما كاينش شي منتخب. حنا خصنا نخافوا من راسنا حنا، لان عندنا قدرات وعندنا امكانيات. دونك اللي كيبقى يشوف ديك المحلل اللي يبقى يقول لك تبازع على الخصم، راه نتايا خصك انت تكون قوي، ماشي تبقى تبازع على الخصم. اللي قوي دائما كيفرض شخصيته، كيفرض سيطرته. هادشي اللي كاين الاخوان. ما نساوش دعمونا باللايك والاشتراك واعطيونا الراي ديالكم بخصوص هذا التحليل هذا، وتهلاو بفاسكم.